ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي اتم صحه ونعم الله. مبدئيا كده نصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيب الله. النهارده بقى يا حلوين هنعمل الفراخ البارده بطريقه سهله جدا وبسيطه صحيه جدا. هنعملها في الفرن. بجد مش قادره اقولك متماسكه قد ايه، وهقولك على التكات اللي هتنجحها معاكي. هنعملها في الكيس الحراري. بصوا سهله جدا وما بتاخدش اي وقت خالص. هقولك ازاي تطلع متماسكه معاكي. بجد تتبيله مميزه جدا. هنا معايا 2 صدور فراخ زي ما انتوا شايفين. الصدور هنا مخلية. جبت البولة بتاعتي كده، هنزل فيها بمعلقة كبيرة بابريكا مدخنة، ومعلقة كبيرة توم باودر، ومعلقة كبيرة بصل باودر، وملح بقى حسب الرغبة، ومعلقة زعتر، ومعلقتين كبار دبس رمان. لو عندك صويا صوص ضيفي كمان، هتبقى أطعم كمان. وحاولي كده معلقتين من الزيت، ومعلقة كبيرة من العسل الأبيض. هقلبهم بقى كويس جدا كده زي ما انتوا شايفين، ومعلقتين كده من الخل. العسل الابيض هنا بيديله لون جميل جدا في الفرن. كده الخلطه بقت جاهزه معايا. ضفت كمان حبه زيت، كان ده محتاجه حبه زيت كده فضفت. هقلب بقى الخليط ده كويس جدا، واجيب الفراخ بتاعتي، واحاول كده ادخل في كل حته في الصدر من التتبيله. بجد سهله جدا وما بتاخدش اي وقت خالص، والطعم بتاعها مميز جدا. ضفت كده معلقه صغيره مليانه فلفل اسود. يبقى التوابل بتاعتي معلقه كبيره بابريكا، معلقه كبيره بصل باودر، توم باودر، ومعلقه زعتر، ومعلقتين دبس الرمان، وحوالي كده معلقتين من الزيت، ومعلقه من الخل، ومعلقه من العسل الابيض. ممكن تستغني عنها، بس بصراحه بتدي لون جميل جدا. هنا بقى سبتها ليله كامله كده في التتبيله زي ما انتوا شايفين، ممكن 4 ساعات كمان، بس انا سبتها ليله كامله. سبتها كده تشرب من التتبيله كويس جدا، وجبت الكيس الحراري كده زي ما انتوا شايفين، وهضيف بقى ايه الصدور الفراخ فيها كده. بجد هيطلع متماسك ومفهوش ولا غلطة. هضيف بقى باقي التتبيلة كده على الوش كده، وهقفل الكيس بتاعي. يا ريت بقى لو وصلت معايا لحد هنا متنسيش في اللايك بتاعك الحلو منك، والكومنت الحلو عشان ارحب بيكي، والاشتراك في القناة. الفرن بقى مسخنيه كده. هجيب كده خلة اسنان، وابتدي ايه اخرج من الكيس كده، عشان في الفرن ما يتنفخش معايا. هدخلها بقى الفرن على الرف الاوسط. خدت معايا حوالي ساعة الا ربع، وبقى شكلها النهائي بعد ما خرجت معايا من الفرن. يفضل بقى ما تقطعهاش دلوقتي، سيبيها تبرد تماما عشان الشريحة تطلع معاكي متماسكة. بجد سهل جدا وما ياخدش اي وقت خالص. وتبتدي بقى تقطعي كده زي ما انت شايفة شرايح كده. اتمنى بقى تجربوا بنفس طريقتي، ولو عجبتكم بقى طريقتي يا ريت ما تنسونيش في اللايك والشير وسبسكرايب للقناة، ونتقابل في فيديو جديد ان شاء الله. في حفظ الرحمن.